هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني أخيرا مدربا للمنتخب المصري بعد امبارح ما تم التعاقد معاه رسميا وفي مؤتمر صحفي برئاسة المهندس جمال علام. هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري في المرحلة القادمة. هيكتور كوبر هياخد 65,000 دولار في الشهر خلص الضرايب، وطبعا هياخد مقدم شهرين، وقيل انه هيتحمل رواتب المساعدين بتوعه، عربيات ليه المساعدين بتوعه، ورحلتين طيران ليه وللمساعدين كل سنة لبلادهم هم والأسر بتاعتهم، تأمين صحي له وللمساعدين، 10% زيادة في راتبه إذا وصلنا أفريقيا، و25% زيادة في راتبه في حين الوصول لكأس العالم. هيساعد كوبر أسامة نبيه، وفي حراسة المرمى هيكون مدرب حراس المرمى أحمد ناجي مدرب حراس النادي الأهلي السابق، وأعتقد ده أجمل ما في الجهاز الجديد. هيكتور كوبر السي في بتاعه كالآتي: من البداية وهو من مواليد الأرجنتين، راجل عنده 59 سنة، وابتدى طبعا كلاعب وسط مدافع ويمثل المنتخب الأرجنتيني في 3 مباريات دولية، ثم اعتزل الكورة سنة 92 وتوجه إلى عالم التدريب. هيكتور كوبر ابتدى مدير فني سنة 93 في ناديين في الأرجنتين، النادي الأولاني اسمه هوريكان الأرجنتيني، وحصل معاه على المركز الثاني. خلي بالنا من كلمة الثاني عشان هنسمعها كتير في السي في بتاع الراجل ده. وبعدها درب نادي اسمه لانوس الأرجنتيني، ولكن أخذ معاه بطولة كأس أمريكا الجنوبية كوبا كومبيول، ومن هنا بدأ يعني يكون ليه اسم شوية، وانتقل بعدها للتدريب في إسبانيا، وراح من سنة 97 نادي مايوركا الأسباني، وحقق معاه شوية إنجازات منها كأس السوبر الإسباني والمركز الثاني كأس الملك الإسباني، وحصل في على المركز الثاني برضو مع مايوركا في كأس الكؤوس الأوروبية، والمركز الثاني لكأس الملك، ومركز الثاني كأس الكؤوس الأوروبية. وبعدها طبعا انتقل لنادي فالنسيا الإسباني، ووصل معاه لنهائي دوري أبطال أوروبا سنتين متتاليتين، عام 2000 وعام 2001، وفي المباراتين أو في السنتين خسر في المباراة النهائية ويحصل على المركز الثاني. سنة 2000 يخسر أمام الريال 3-0، وعام 2001 يخسر أمام بايرن ميونخ بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 1-1. بعد كده بينتقل هيكتور كوبر لتدريب أحد عمالقة الدوري الإيطالي نادي إنتر ميلان الإيطالي، وأخذ معاه المركز الثالث. خسر الدوري في آخر مباراة على فكرة، كانت وكان كسبان 2-0 وخسر المباراة 4-2، وبعد ما كان فوز ده هيضمن له الحصول على الدوري الإيطالي السيريا إيه، لكن نزل للمركز الثالث، وأخذ في هذا العام يوفنتوس هو اللي أخذ البطولة. مظبوط، يوفنتوس هو اللي أخذ البطولة في آخر مباراة بسبب الهزيمة في آخر المباراة. ثم بعدها رجع اسبانيا تاني، ودرب مايوركا مرة تانية، وبعد كده درب ريال بيتيس، وبعد كده درب بارما الإيطالي. وعلى صعيد التدريب للمنتخبات هو راجل ملوش أي تجربة مع منتخبات إلا منتخب جورجيا، وراجل قاعد يدربهم، وحصلت حرب في جورجيا وساب المنتخب، وما كانش وقيل إنه ما فازش ولا مباراة حتى المباراة الودية يعني مع منتخب جورجيا. ملوش على صعيد المنتخبات سي في قوي، وما تعاملش مع منتخبات كتير. بعد كده الراجل رجع بقى درب مع نادي أريس اليوناني، ثم راسنج الإسباني، ثم أوراسبور التركي، وفي آخر حاجة مسكها في 2014 عين مدرب لنادي الوصل الإماراتي، ولكن تم إقالته بعد مجموعة من النتائج المتذبذبة، وبالتالي جه مصر 2015. انا مش عارف يعني، انا شايف ان المدرب المنتخب ملوش على صعيد المنتخبات حاجة كبيرة يعني انجازات او حاجة تتضح ليه، لكن مش مهم رأيي، مهم رأيكم. احنا مهم نحب الايام هتثبت لنا، هنشوف مين هينجح او مين مش هينجح، لكن نحب نعرف رأيكم، وده هيكون سؤال حلقتنا النهاردة. هل تتوقع نجاح المدرب هيكتور كوبر الارجنتيني مع المنتخب المصري في الوصول لكأس العالم في روسيا 2018 ويرجعنا تاني في افريقيا ونشوف مصر راجعة تاني في افريقيا ولا لا؟
هنستنى اتصالاتكم على 2401 75 70، او تبعتوا لنا على الويب سايت بتاعنا، موجود السؤال نازل. ابعتوا لنا كومنتات وهنقرا كومنتاتكم ونشوف هل انتم تتوقعون نجاح هذا المدرب ام